السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. N8N حاليا هي اشهر منصه للاي اي اوتوميشن، وحاليا في شركات كتير جدا بدات تطلب مهاره الاي اي اوتوميشن باستخدام N8N تحديدا، وكمان موجود ليها شغل كتير جدا على منصات الفريلانس زي ابورك ومستقل وخمسات. ان شاء الله في الكورس ده هنتعلم N8N من الصفر لحد ما تجيب اول عميل ليك على منصات الفريلانس. وفي اخر الكورس ده هقول لك افضل النصايح اللي تساعدك تجيب اول عميل ليك على منصات الفريلانس، من اول انك تعمل اكونت ازاي لحد ما تجيب اول عميل. واللي هيميز الكورس ده عن اي كورس تاني هو ان انا هضيف مشاريع انا بالفعل اشتغلت عليها على منصات الفريلانس وخدت عليها فلوس، وان شاء الله يكون في هديه في اخر الكورس ده، لكن مش هنقول عليها دلوقتي، خليها مفاجاه في الاخر. طب هو اصلا الكورس ده موجه لمين؟ الكورس ده موجه تقريبا لكل الناس، يعني سواء انت حد اصلا في مجال التك عموما، وبرضه لو انت حد شغال في ماركتنج، شغال ميديا باينج، فحرفيا دلوقتي اي حاجه نقدر ندخل فيها الاوتوميشن وتسهل عليك شغلك وتوفر لك وقتك. وطبعا افضل حاجه لو انت طالب وتشوف الكورس ده، فده يعني فرصه عظيمه ليك انك تبدا في مجال زي ده. طب انت محتاج ايه عشان تبدا في الكورس ده؟ هو اللابتوب فقط يعني، بس هو اللابتوب وان انت تكون فعلا عاوز تتعلم المجال ده. طب انا هسالك سؤال بسيط، لو قلت لك ان انت هتروح توفر على شركه على الاقل 3 موظفين شهريا، تفتكر هيدوك كام؟ تفتكر ان هم هيدوك زيك زي الناس العاديه؟ لا طبعا، عشان كده بيبقى مرتباتها اعلى من الطبيعي. انا ما عرفتش نفسي، انا عبد الله هلال، شغال بقالي فتره كفريلانسر في مجال الاوتوميشن عموما، بN10 تحديدا. والحمد لله يعني قطعت فيها شوط كبير جدا. اشتغلت مع عملاء كتير من السعوديه، من الاردن، من الكويت، من مصر، من دول تانية مش فاكر دلوقتي، ولكن الحمد لله يعني وصلنا تقريبا معظم الخليج يعني. فالحمد لله، فان شاء الله جاي اشارك الخبره دي في الكورس ده، وان شاء الله الكورس ده يكون دسم ودعواتكم يعني. وان شاء الله في القناه هنا مش بس هنشرح N8N، احنا نشرح اي حاجه لها علاقه بالاوتوميشن عموما وبس كده. والسلام عليكم ودمتم في امان الله.